سلام البنات، اليوم المطبخ هنا جبت لكم عندي وصفة البيتزا كاري. نبداو على بركة الله. عندي كيلو ونص سميد رقيق، عندي كيلو فرينة، مغرف كبيرة خميرة تاع الخبز ومغرف كبيرة سكر. كنضيف لهم نص مغرف ملح، نضيف لهم نص كاس زيت. أنا تتخلط ما بين زيت زيتون والزيت النباتي. عندي نص كاس حليب دافي. نجمع الخليط تاعي ونضيف له 2 مغارف خل. الخل يستعمل كمحسن. بعدها عندي حوالي 200 مليلتر من الماء الدافي، نجمع به العجينة ديالي. نطم العجينة ونعجنها حوالي 2 دقائق، نخليها ترتاح 45 دقيقة. هاد البيتزا تجي كيما تاع برا، بنينة ومقرمشة. جربوها. بعد ما عجنت العجين تاعي حوالي 2 دقائق، نخليها ترتاح حتى يتضاعف الحجم تاعها. من جهة أخرى كمت المقلاة تاعي، درت لها 2 نسيلات توم، قليل من الزيت، مغرف طماطيش تاع الباطا، و4 حبات طماطيش كنت سكرفشتهم. ندير لها زعتر ملح فلفل كحل وعكري ونخليها تطيب. بعد ما خمرت لي العجين نحطها في البلون طرافاي ونقسمها على 3 كوريات. حجم الكورية متوسطين، ما صغار ما كبار، متوسطين. انا دارولي 3 سنيوات. من جهة أخرى عندي سنيوة تاعي، درت لها الزيت، نحل العجينة رقيقة مخشينة متوسطة، ننتخبها بالفرشيطة، ونجيب لاصوص تاعي نديرها من الفوق، ونضيف لها نتوما واش حبيتو. أنا كان عندي لي زونشوا، الزيتون، فلفل حار. في الأخير ضفت لها أعشاب العطرية. دخلتها تطيب على 200 درجة حوالي نص ساعة. كي طابت درت لها مغرف زيت زيتون وشبحتها بالمعدنوس. جات ما شاء الله. جربوها البنات، جات مقرمشة، تصلح اليامات السخانة تدوها معكم في البحر. وانتظروني إن شاء الله في وصفات أخرى. سلام.